ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هقول لكم على علامات سرية بتدل ان مديرك مش بيحبك وحطك في البلاك ليست، بس هو مش بيقول، او ممكن بيقول. يعني في مديرين بيقولوا وفي مديرين مش بيقولوا، ومش ليك، ممكن يكون بيقول لزمايلك عليك او حاجة، او هو مش بيقول اصلا، مش بيتكلم، بس هو حطك في البلاك ليست. العلامات دي بقى ايه؟ ان هو على طول بيطلع لك غلطات في شغلك، هيطلع لك ثغرات في شغلك انت مش واخد بالك منها. آم، لو هو حطك في دماغه ومش بيحبك ومش قابلك، هيحاول يقارن بينك وبين زميلك، ده بيعمل، طب بص، طب ده ما بيعملش، طب بص ده بيعمل، ده ما بيعملش. بص، بدل حطك في دماغه يبقى هيطلع لك اي حاجة في الدنيا، اي حاجة تتخيلها، اي حاجة انت بتعملها. لو انت حتى ما بتعملش حاجة هو هيطلع لك حاجة انت بتعملها، وانت ساعتها تستغرب، هتقول ايه ده، انا ما عملتش كده. طب ازاي؟ طب الحاجة دي جت منين؟ طب بس في ناس مديرين دماغها عالية قوي، ممكن ان هي تستقصدك او تحطك في دماغها او تطلع لك ثغرات، فانت بغنى عن المواضيع دي. التعامل الصحيح بقى ازاي؟ ان انت خد مديرك على قد عقله، اتعامل معاه كويس. حتى ممكن يكون ثواب، يعني ممكن ان انت تتعامل معاه كويس عادي من باب اللي هو آم، يعني كأنه ثواب، كأنه انت مثلا بتعمل جبر خواطر. يعني دايما اعمل له حاجات كويسة، كلمه كويس، شوف هو عايز ايه واعمله له. اللي يقولك عليه في الشغل اعمله، ايا كان هو ايه، حتى لو انت مش مقتنع بيه اعمله. احنا مش رايحين نقتنع ومش نقتنع في الشغل، احنا رايحين نسمع الكلام بتاع المدير بتاعنا ونشوف هو عايز يعمل ايه ونعمله له. اصل احنا هنفضل نقتنع وما نقتنعش، وده لا وده انت هتكره الشغل، وهتكره ان انت تروح، وهتكره حياتك، وهتكره شغلك، وهتكره زمايلك والله العظيم لما بتكره الشغل انت بتكره كل حاجة، بتبقى مش عايز تروح. وده اكل عيشك، يعني انت حافظ على اكل عيشك، خليك ناصح، خليك سياسي. لما يقولك مثلا اعمل لي كذا في الشغل اعمله له، ودي كذا ودي، هات كذا هات. ما تفضلش بقى كل شويه لا مش هعمل، لا ده مش عاجبني، لا ده مش لا لا مش هينفع اعمل ده، لا 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 ده مش بتاعي، لا انا اشوف زميلي يودي هو، لا لا. ما تفضلش كل شويه تقول له لا 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 لا. انت اللي بتجيب لنفسك كده الاذى، وانت اللي بتجيب لنفسك وجع الدماغ. ما تفضلش تقاوح كل شويه وتقول له لا مش هعمل، ولا مش هعمل، ولا مش هعمل. طب ماشي، ما هو انت مش هتعمل ومش هتعمل، وهو مثلا معتمد عليك في حاجه عشان شايفك ان انت شاطر. طب ما تاخدها من الناحية دي، ان هو شايفك ان انت شاطر ومعتمد عليك. ما هو ممكن يقول لأي حد تاني، بس هو معتمد عليك عشان انت شاطر مثلا. خدها من الناحية دي، اعمله اللي هو عايزه. وفعلا في ناس بتبقى معتمدة على الموظفين بتوعها علشان هم شاطرين، مش حكاية ان هو بيستغلك او ان هو بيشغلك عنده عبد او كده، لا هو معتمد عليك عشان انت ليك علاقات مثلا في الشغل، تقدر تخلص الورق ده بسرعة، تقدر ان انت آه تعمل الحاجة دي بسرعة وتنجز فيها. فانت ما تاخدش كل حاجة من منطق ان هو بيشغلك عبد عنده، ان هو بيعمل فيك، بيسوي فيك، بيشيلك فوق طاقتك، بيملك. ما تحطش في دماغك الكلام ده، لان الكلام ده بيخليك ان انت زهقان وقرفان ومش عايز تروح الشغل تاني، وده بيستغلني، طب انا هتنقل، طب انا هروح. ما انت ممكن تتنقل في مكان ما تستريحش فيه، ممكن يطلع لك مدير اكتر منه وحش، يعني وحش قوي، ما تقدرش ان انت تقعد معاه. ماشي. ف وبالذات يعني لو انت مرتبك كويس والدنيا معاك كويسة، خلاص سايس امورك في المكان اللي انت فيه، ما تفضلش تقاوح كل شوية ولا لا لا لا. طب ما انت اما تقول له لا لا هو يعمل ايه؟ هيجيب مين مكانك يعمل له الحاجة دي؟ فهو غصب عنه بيمشيك، او مثلا بيعمل لك خصم، او مثلا بيعمل فيك مذكرة او حاجة، وترجع تقول لا هو ليه عمل فيا كده، هو مفتري، هو عمل تأكد 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 ان لو مديرك عمل معاك موقف، كتب فيك مذكرة او حولك للتحقيق او خصم منك، تأكد ان انت عامل حاجة، تأكد ان انت عامل حاجة في حاجة.
هو الا بقى يعني في حالات قليله قوي ان هو بيبقى حاطك في دماغه عشان مش حبك، انت مش على هواه، مش على مزاجه، بيشوفك بيتنرفز مثلا. دي ناس بقى قليله قوي يعني اللي بتعمل كده. لكن في العادي لو انت عملت موقف مثلا او حاجه، يبقى هو خاصم لك عشان خاطر كده، محولك للتحقيق عشان خاطر كده، فانت تبقى عارف. حاول انت تمشي معاه كويس، تسايسه، تشوفه هو عايز ايه، بس ما تفضلش برضو رايح جاي عليه. ايوه يا ريس، انت عايز حاجه يا ريس؟ عايز حاجه يا ريس مني؟ وتشوف شغل زمايلك تقول له انا ممكن اعمل الشغل ده على فكره عشان انا بعرف اعمله، انا ممكن اعمل الشغل ده عشان بعرف اعمله. ما تتكلمش كده، ما تتكلمش كده، اعمل الشغل بتاعك وبس، الشغل اللي معاك وبس. ما تاخدش حاجة فوق طاقتك، ما تاخدش حاجة مش بتاعتك، ما تاخدش شغل مش بتاعك، ما تشيلش نفسك فوق طاقتك. ليه؟ الشغل بتاعك ده انت عارفه وفاهمه وكل حاجة، بتخلصه تمام، قعدت ما عندكش شغل تمام، ما تقولش لحد بقى ايه هات شغلك انا اشتغله مكانك، تدخل تقول للمدير انا هاخد الشغل ده اشتغله انا. ليه بقى؟ هقولك، انت في يوم من الايام ممكن تتعب، ممكن ان انت تاخد اجازة، ممكن ان انت آم، تبقى مرهق مش قادر تشتغل الا شغلك انت بس ومخلصه وكل حاجة، انت رحت شيلت نفسك فوق طاقتك، خدت شغل ده وخدت شغل ده عشان انت بتعرف تعمله، اعمله بقى، اعمله. عارف بعد كده هيبقى فرض عليك ان انت تعمل بقى الشغل ده، ولو ما عملتوش انت هتتحط في البلاك ليست. انت جبت لنفسك مشاكل من لا حاجة، يعني من ولا حاجة، انت جبت لنفسك مشاكل من الهوا. هتبقى مطالب ان انت تعمل الشغل ده وانت مثلا تعبان ومش قادر، طب ما انت كنت قاعد وشغلك خلصته وكل حاجة، انت اللي جبت لنفسك كل ده. فانت اتصرف في الشغل بذكاء شوية، حتى لو انت تعرف تعمل الشغل اللي مع زميلك وهو اجازة وبتاع، ما تقولش انا هاخده اعمله انا هاخده، انا بعرف، انا مش، ما تقولش حاجه، اقعد ساكت، اعمل شغلك واقعد ساكت، ما تشيلش نفسك فوق طاقتك، ما تفضلش عشان توري له انت شاطر وبرفكت وايه هوبا البت الفت الهت. انا هعمل ده وانا هعمل ده وانا هاخد ده اعمله انا، وانا هاخد ده اعمله انا. هو عارف هو بيعمل ايه، لو زميلك ده اجازة هياخد الشغل ده هيديه لحد تاني، هيديهولك انت تعمله، بس هيبقى اسمها ايه؟ ان هو عشان زميلك اجازة وانت ايه خدت الشغل ده مكانه. لكن انت بقى لما تاخده وتعمله انت وبتعرف وبتعمل وبتاع، الشغل ده هيبقى معاك انت زائد شغلك، وانت كده هتحس بعبء عليك ومش قادر ان انت تعمل، وساعتها تتحط في البلاك ليست لو انت قصرت في الشغل ده وهو اساسا مش شغلك. ما تتدخلش في الملكش فيه، نصيحة يعني، ما تتدخلش في الملكش فيه. شغل مش بتاعك ما تشيلهوش، شيل شغلك انت، شيل حاجتك انت، خليك ملزم بحاجتك انت. ما تفضلش ان انت انا بعرف انا بعرف انا بعرف، كل ده هيجي على دماغك انت. خليك قاعد كده هادي وراسي في نفسك، انجز في شغلك، انجز في الحاجة اللي معاك شغل اعمله على احسن يعني ما يكون، قدمه للمدير بتاعك بص كده متزوق، متزوق شغلك بتاعك، خلصته اقعد بقى ساكت. هو ادالك شغل تشتغله كان بها، ما ادالكش شغل تشتغله يبقى اقعد ساكت وخليك في حالك كده، وما تفضلش تقول انا بعرف انا بعرف. بس كده، دي كانت نصيحة النهاردة.